بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم جميعا بكل الخير، وكل عام وأنتم بخير في هذه الأيام الطيبة المباركة في شهر رمضان المبارك الذي أنزل الله فيه القرآن على قلب رسوله العدنان صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، في نقطة صدام، هذا البرنامج الذي ستتابعونه يوميا بمشيئة الله تعالى على شهر مدى 30 يوما، على شهر رمضان الكريم إن شاء الله بإذن الله. وفي نقطة صدام يمكن هتتسألوا وتسألوا وتقولوا إيه المقصود من البرنامج؟ إيه نقطة صدام؟ يعني عاوزين تتكلموا في إيه بالظبط؟ وأقول لحضرتك بمنتهى البساطة، إحنا إن شاء الله بإذن الله في نقطة صدام هنتكلم عن بعض الأمور المهمة جدا التي تهم العالم الإسلامي بصفة عامة والمواطن العربي المسلم بصفة خاصة. فعاوز أقول إن في أركان كتيرة جدا في شتى بقاع الأرض، كتير مننا ما يعرفش عنها حاجة. يعني لو قلت لحد تعرف إيه عن تركستان والمسلمين اللي موجودين هناك، هيقول إيه؟ أنا مستغرب، أنا مش عارف حاجة عن الموضوع ده. فده اللي هنعرفه إن شاء الله بإذن الله مع ضيفنا وضيفكم الدائم الأستاذ الدكتور راغب السرجاني، الذي أرحب به ضيفا معنا. أهلا وسهلا دكتور راغب. أهلا وسهلا، منورنا. الله يكرمك. طبعا بقول مرة تانية وبأكد هذه المعلومة، إن من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. وكما قال أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر أو بالسهر والحمى. وكما قال القائل، ويقول هذه الكلمات على لسان حال العرب والمسلمين الآن، يقول: والمسلمون مقسمون تنالهم أيدي العصاة بذلة وهوان. أعتقد هو حالنا هو الآن، يرثى له ويبكى عليه. لذا اسمحوا لنا أن نتدفق ونبحر سويا ونتحاور في نقطة صدام حول ما يحدث في شتى بقاع الأرض للمسلمين هناك. دكتور راغب، برحب بحضرتك مرة تانية، واسمح لي نبدأ. فكرة البرنامج مستوحاة من إيه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والحقيقة يعني أنا بداية أشكر قناة الناس على يعني استضافة هذا البرنامج. أنا أعتبر هذا البرنامج حقيقة من أهم البرامج اللي قدمتها أو اللي أعدتها أو اللي اهتميت بظهورها للجمهور، لأن حقيقة المسلمين في لهو كبير جدا عن قضاياهم الرئيسية. لعل بعض أو معظم المشاهدين للأسف الشديد يعرف معلومات كتيرة جدا عن قضايا أقل أهمية من القضايا اللي نتكلم عليها النهاردة أو بكرة أو على مدار الشهر كله أو حتى بعد رمضان. أنا أتمنى أن هذا البرنامج يستمر بعد رمضان إن شاء الله، وأن يكون شيء دائم رئيسي في حياة كل مسلم، أنه يصحى الصبح أو بالليل أو في أثناء النهار يتابع أخبار المسلمين ويعرف قصة حياة المسلمين هنا وهناك. ماذا يعاني المسلم في الصين؟ ماذا يعاني المسلم في السودان؟ ماذا يعاني المسلم في المغرب؟ ماذا يعاني المسلمين كجاليات في أوروبا، في أمريكا، في استراليا، في اليابان، في أي مكان في الدنيا؟ طب اسمح لي دكتور راغب، ما هيسأل واحد أو مواطن عادي يقول: طب وده يهمنا في إيه؟ مالي أنا ومالي اللي بيحصل في الصين أو بيحصل في اليابان؟ هو شعور الأمة الواحدة فعلا زي ما حضرتك أشرت ان هو ممكن يكون منقوص إلى حد كبير عند الأمة دلوقتي. أنا كمسلم لازم أكون شاعر بإخواني المسلمين، ودي من أهم سمات الأمة الإسلامية في كل مكان. في كل مكان. يبقى أنا في الحالة دي مش مهتم بأحوال الصين أو أحوال اليابان، لا أنا مهتم بالمسلمين هنا، بالمسلمين كمسلم. مسلم في مصر، مسلم في السودان، مسلم في بره. المسلم ده عروقه أو جذوره صينية، جذوره زنجية، جذوره مصرية، ما تفرقش معايا. هو مسلم. الذي يربطني به هي قضية العقيدة. جميل. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني أنا الاعتصام ده ما لم يكن على القرآن والسنة فهو اعتصام هش ضعيف. تنهار الأمة إذا ارتبطت بعرقية أو بعنصرية أو بوحدة جغرافية أو ما إلى ذلك. كل هذه الأشياء قد تكون مهمة
في جانب من الصورة، لكن يظل الجانب الأعظم والأهم والأقوى هو الارتباط بالكتاب والسنة والارتباط بالعقيدة الإسلامية. يعني كل هذا يذوب في إطار، وهو بالضبط، إطار في إطار الإسلام. واحد. الاستعمار بيحاول إن هو يهمشنا إلى عرقيات وإلى قوميات. بيقول لك وده على فكرة انطباع موجود عند معظم المشاهدين أو عند كتير من المشاهدين، اللي هو إحنا مصريين نهتم بقضايا المصريين، ممكن لا أهتم بقضية الجارة فلسطين أو الجارة السودان، لأن دي قضايا تخصهم هم، يحلوها السودانيين، صحيح. يحلوها مصر. خليني مشغول أنا بقضايا كمصري، وخلي المغربي مشغول بقضايا كمغربي، والجزائري كجزائري. وهذا تقطيع اللي أوصله الأمة الإسلامية، وما ارتفعت الأمة الإسلامية أبدا إلا بوحدتها، إلا جميل جدا بوحدتها. دكتور راغب الكلام ده، وخصوصا يمكن أحد الشباب في معسكرات كانت قريبة بيسأل أحد المسؤولين دون ذكر أسماء، بيقول له: هل أنت بكيت حضرتك على اللي قتلوا وذبحوا في غزة؟ فهل احنا كمسلمين او كمصريين مثلا، مسلمين مصريين، حسينا بالفعل او حس معظمنا لاخواننا في غزة؟ خليني اقول على لك سبيل المثال خليني اقول لك اجابه على السؤال ده ممكن تبقى فاجعه لكثير من المشاهدين والمشاهدات. ان الذي لا يبكي على جاره الجائع في الشقه المجاوره لا يمكن ان يبكي على جاره المقتول في فلسطين، ومن المستحيل ان يبكي على جاره المقتول في التركستان في الصين. المشكلة تبدأ أنا يمكن ضربت مثلا بغزة، يمكن هي الأقرب يعني. نعم، لكن أنا بتكلم على أن أحيانا المسلم لا يشعر بجاره اللي صحيح. هو الباب اللي جنبه. يكون فقير محتاج، يكون مريض محتاج، يكون حزين محتاج مواساة، يكون فرحان ومحتاج حد يقول له ألف مبروك، ومحدش يلاقيه مكلمه. هذا التقطيع احنا كنا من 30 40 50 سنة، طبعا انا ما وصلش كده، انا مش كبير للدرجه دي يعني، بس انا بقول لا حضرتك ما نقراه، ما زلت شبابا ما نقراه يعني ان من 50 60 سنه او من 100 سنه العلاقات بين الاسر المسلمه وبين الرحم المسلمه وبين القريه المسلمه كانت قويه جدا عن واقعنا دلوقتي. عدم شعوري الان بجاري اللي موجود في القريه اللي جنبي او في المدينه اللي جنبي او في الشقه اللي جنبي هو اللي بيخليني بعد كده لا يمكن اشعر بجارنا في فلسطين او بجارنا اللي في التركستان. مين ده؟ في ناس كتيره جدا اتفاجئت ان في مسلمين في التركستان اصلا، ان في مسلمين في الصين، ان اتفاجئوا ان في اعداد. ولعلنا ان شاء الله لما نتكلم على حلقه التركستان الناس هتتفاجئ اكتر واكتر لما تعرف